انا معاهم. حضرتك اسماعيل الصاوي. بتطالبوا بايه النهارده؟ وقفتكم قدام باب 20 ليه النهارده؟ بنطالب بعد ما عملنا ثوره 30 يونيو ان يرحمونا من قيادات الاخوان اللي موجوده في كل اماكن حساسه في البلد، منها مجمع قطع غيار سيارات بورسعيد، البلد اللي دايما مظلومه، البلد اللي دايما محطوط عليها، ما اعرفش ليه. الراجل ده اخواني، بلغنا جميع كل الاماكن السياديه والحساسه بما فيها مباحث الجمرك، بما فيها كل حد يعرف ان الراجل ده اخواني، ومع ذلك مستمر في عمله حتى الان، وبيتعنت مع الناس، وكل يوم يشغلهم يوم ويوقفهم 10، يشغلهم يوم ويوقفهم 10. لمصلحه مين؟ لمصلحه الاخوان. يكلموا يقول لك وانتوا اشتغلتوا مع مرسي؟ انتوا ما اشتغلتوش مع مرسي. طب ليه؟ احنا ذنبنا احنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ الناس دي بيوت كتيره مفتوحه، قطاع كبير جدا مفتوح بيشتغل من قطع الغيار. والغرامات اليوميه دي على حساب مين؟ التجار. مين يتحملها؟ وايه مصلحته في كده؟ ليه بيقوم هيجان في البلد؟ البلد عايزين نفوقهم وعايزين ننتبهوا لنفسنا ومصلحه البلد، ليه هو بيهيجها ليه؟ احنا في عصيان مدني لرحيل علي كامل. علي كامل لازم يمشي من بورسعيد، لان علي كامل بوظ جمرك بورسعيد وهو اخوانجي، والجمارك كلها عارفه ان هو اخوانجي، وامن الدوله عارفه ان هو اخوانجي. كتير عليه ليه؟ محمد مرسي مشى، محمد حسني مبارك مشى، هم مش عايزين يمشوا علي كامل ليه؟ علي كامل هو اللي خرب اقتصاد مصر، وعلي كامل بياخد تعليماته من تركيا، من رجب اورجينال بتاع تركيا. مشكلتكم ايه النهارده؟ مشكلتنا ان احنا عندنا مدير مجمع قطع غيار ذات مستعمله. في عصر محمد مرسي كان شغال 10/10، كان بيدير المجمع وبسهوله وبنص. مشى محمد مرسي حب يعطل العمل كله، بيشرع قوانين المنشورات جديده بعيده عن اعين وزاره الماليه ووزاره التجاره. وده كان ما ينفعش، كله يرجع. بتطالبوا بايه؟ بنطالب بايقاف علي كامل. في حد من المسؤولين رد عليكم؟ الاستاذ احمد الصياد وعدنا بكده بس لسه. شكرا. احنا معاه وسجلنا وما عملش حاجه. حاج احمد قعدنا معاه يوم الاربعاء، قعدنا معاه يعني ايه كلامكم يمشي؟ انتوا كان كلامكم ان المنشور يتاجل، صح ولا مش صح؟ كان كلامكم ان المنشور يتاجل والمنشور الثاني قطع في الشغل وعاوز يطلع برضه المواتير، وفي ناس موقفه الشغل بره في امريكا وموقفه الشغل في الدنيا كلها ومش عايزين يحملوا الشغل ولا معاكم في الجراج. الموتور بتقول نحلوا الموتور. ده ما هو كده خارج، كده خارج. بتضر بالك في ايه؟ كده خارج يا عم. انا معاك كده خارج. انا اقول لحضرتك الموتور جوه من جمرك. انا جيت لك رقم. طيب بتضر بالك في ايه يا عم بقى اما نسمع منه. المستورد عايز يجبرك الموتور عشان رقمه والموتور. انا جيت لك عشان والمرور ينفع موتور يطلع هتعمل افراده ازاي؟ صح كده متجمرك عشان نعمل الافراج بتاعه. هي الدنيا كده. صاحب شأن عايز